احنا جيل التسعينات نختلف في اشياء كثيرة عن الديناصورات من جيل السبعينيات والثمانينيات، لكن في شيء واحد كلنا نتفق عليه، ان اكثر شيء نفتقده في كرة القدم هي لحظة التجلي بين الموسيقار والمهاجم، لحظة التوافق الجسدي الذهني بين عقلين مختلفين قرروا الالتقاء في نفس الزمان والمكان حتى ينتجون لنا اجمل وامتع تمريرة في كرة القدم. فتمريرة واحدة من ميسي، ريكيلمي، زيدان وأوزيل ونيستا كفيلة بالقضاء على تكتيك تعب عليه المدرب لأيام حتى ينتهي في ثواني، فجمالها في بساطتها الشديدة للعين وصعوبة تنفيذها. بس لو هالتمريرة بتلك القوة، ليش الأرقام والإحصائيات تبين أن عدد التمريرات البينية من 2018 انخفض بمقدار يصل إلى 50% في بعض البطولات؟ في الحقيقة يوجد أسباب كثيرة ومتشعبة ومعقدة محتاجة ساعة كاملة من الشرح، فلو تحب التعقيد بخلي لك روابط المصادر في التعليقات واستمتع بالتفاصيل. بس في هالحلقة ببسط الموضوع بأسلوب قصصي حتى ما تمل من الأرقام والمصطلحات التكتيكية الجامدة. في رعاية نايكي الشهيرة The Last Game، لما الذكاء الاصطناعي والروبوتات أخذت أماكن لاعبين كرة القدم بسبب أنهم كانوا يأدون كل شيء بمثالية عالية وبدون أخطاء عكس اللاعبين البشر، فحتى رونالدو الظاهرة ينقذ كرة القدم اللي فقدت سحرها وجمالها بسبب أن كل المباريات صارت متشابهة ونسخة طبق الأصل عن المباراة اللي سبقتها، فقرر يجمع فريق من نخبة لاعبين البشر، لأنه كان مستحيل يتغلب على الروبوتات لو لعب بطريقة عادية، فقرر يلعبون بأكثر طريقة ميزت الجنس البشري عن الروبوتات: Risk Everything، المجازفة والخيال والحرية. والنتيجة كانت فوز فريق رونالدو الظاهرة. ولكن هذه قصة خيالية، واللي صار في أرض الواقع العكس تماما. كرة القدم بدأت بلاعبين يمتلكون الحرية والخيال، ونتيجة هذا شفنا لحظات الإنسان يتخطى فيها حدود القدرة البشرية، تسديدة من كارلوس تتحدى قانون الفيزياء، وترويض كرة مستحيل من زيدان وبيركامب. ومن الأرجنتين لاعبين قرروا أنهم يراوغون فريق كامل بمفردهم، والصفة المشتركة في كل اللاعبين اللي قلتهم هو الخيال والمخاطرة والتفكير خارج الصندوق. وللأسف هذه من الصفات المقموعة في لاعبين الأكاديمية حاليا، فكرة القدم الحديثة صارت تعطي أولوية للخيارات الآمنة على حساب الجرأة والخيال والإبداع. والنتيجة جيل مرعب تقنيا وتكتيكيا مقارنة في الجيل السابق وبمراحل. ما أنكر هذا، بالعكس أقدر هالجمال واستمتع فيه، ولكن المعضلة أنه جيل فقير على مستوى الخيال والإبداع والابتكار، وأكثر من لاعب ومدرب انتقد هذا التقييد المبالغ فيه. بس لو رجعنا لاعبين الجيل القديم، هل راح ترجع التمريرات البينية؟ للأسف بعد كل هالتطبيل للجيل القديم، لا، ما راح ترجع. أكيد بتكون أكثر من الوقت الحالي، بس أنك تشوفها بكثافة مثل أيام زمان لا، لأن الموضوع صار أكبر من جودة أو نوعية لاعبين. فكرة القدم الحديثة أصبحت معقدة والمساحات فيها قليلة، فالأرقام والبيانات أظهرت أن التمريرة البينية تكون خطيرة في موقفين. شنو هالموقفين؟ الموقف الأول أول 5 ثواني بعد قطع الكرة لشن هجمة مرتدة، والموقف الثاني هو بعد فترة استحواذ طويلة أكثر من دقيقة وربع تقريبا. ولو جينا للموقف الأول ودخلنا في تفاصيله بنلاقي فيه 4 تحديات راح تواجهك في الهجمة المرتدة ما كانت موجودة أيام زمان. أول تحدي الضغط العالي، والأهم منه هو الضغط العكسي اللي ما راح يعطيك مجال تبدأ الهجمة المرتدة، وراح تمر 5 ثواني كفيلة بأن الفريق ينظم صفوفه مرة ثانية. لهذا السبب بالضبط المدربين يحبون اللاعبين أمثال بوسكيتش وتوني كروس. صحيح أنهم بطيئين بالجري في الملعب، لكن هم أسرع اللاعبين في العالم عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للخروج من الضغط وبناء الهجمة. طيب لو قدرت تخرج من الضغط، تحدي رقم 2 راح يكون بانتظارك، وهو مصيدة التسلل. ميلان ساكي كان يستخدم مصيدة التسلل، شلون ما كانت موجودة أيام زمان؟ هي موجودة زمان، بس هاشتاج بديهيات. حاليا مصيدة التسلل أقوى بسبب أنها مدعومة بالفار.
يعني أنت تتكلم أن بطولات واجد انحسمت بهدف تسلل قبل وجود الفار، فحاليا التسلل محسوب بالشعرة، مو أنت حظك مثل السابق. طيب لو عديت من مصيدة التسلل، بتقابل التحدي رقم 3 و4 في نفس الوقت، وهذا التحدي أكيد ما راح يحبه رونالدو الظاهرة. في السابق الفرق اللي كانت تعتمد على خط الدفاع المتقدم كانت تواجه مشكلة مع هذه المساحة اللي تعتبر أشبه بالجنة للمهاجمين، يعني رونالدو الظاهرة شبع وهو ينفرد بالحراس منها. فالمدرسة الحديثة في كرة القدم ايش سوت حتى تحل هذه المشكلة؟ بسيطة، المدافعين كلهم بدون استثناء لازم يكونون سريعين حتى تقل الفجوة بين سرعة المهاجم والمدافع، فصارت سرعة المدافعين رقميا عالية، وأحيانا يكونون أسرع من المهاجمين. طيب المساحة قلت لكن لا زالت كبيرة، والأفضلية للمهاجم بسبب أن وضعية جسمه في الانطلاق تعطيه أفضلية على المدافع. فالمدافع حتى لو كان أسرع من المهاجم إلا أن تعديل وضعية الجسم بتاخذ منه وقت، وهني يجي دور الرقم 4 اللي وضعية جسمه أفضل من وضعية المدافع والمهاجم، السويبر كيبر، اللي حل معضلة هذه المساحة كامل. ولو أنت مصحصح معاي ذكرت في حلقة تاريخ كرة القدم إن حراس المرمى أخذوا بعض من أدوار مركز الليبرو في كرة القدم الحديثة، بس في نقطة بديهية أتمنى أنك انتبهت لها، إن الفرق الكبيرة أغلب أوقاتها تعتمد على الاستحواذ لأنها بتقابل فرق أقل جودة منها، فبديهيا ما راح تجيها فرصة للهجمات المرتدة إلا نادرا. فحسب الإحصائيات أكثر الفرق اللي تسجل من بينيات هي الفرق المتوسطة والضعيفة، وهذا ينقلنا إلى الموقف الثاني اللي ذكرناه سابقا. ويا الغالي لو وصلت معاي إلى هذا الوقت من الحلقة أتمنى أن تدعمني بلايك لأنه يساعد في انتشار الحلقة، وشكرا مقدما. المهم نرجع إلى الموقف الثاني. شوف في كرة القدم الحديثة انسى شيء اسمه عمق، فكل المدربين يركزون على إغلاق عمق الملعب، فشلون بتلعب التمريرة البينية؟ فالمساحة الوحيدة اللي موجودة هي الأطراف، والمشكلة في الأطراف أن مساحة التمرير والحركة فيها محدودة جدا، فلجأت الأندية إلى حل عبقري. بما أن المساحة الوحيدة اللي عندي هي الأطراف، فطورت من أدوار وجودة لاعبين الأجنحة والأظهرة، والنتيجة كانت أن شفنا الأجنحة تنافس وتتفوق على اللاعبين رقم 9 و10 من ناحية الأهداف والأسيستات، وهذا الشيء كان غير معهود على الأجنحة اللي كان دورها توسيع عرض الملعب وإرسال العرضيات، ومركز الظهير صار ينافس صناع الألعاب في عدد الأسيستات. بسبب أن الأندية الكبيرة صارت خارقة من ناحية الأطراف قالت خلي التمريرات البينية للأندية الفقيرة والمتوسطة، أنا بعتمد على نوع تمريرات أكثر أمان وفعالية للتسجيل، وهذه التمريرات اسمها الكات باك. ولو ترجع للإحصائيات فرق التوب في الدوري الإنجليزي كلها تسجل من تمريرات الكات باك أكثر من البينيات. وخلني أشرح لك التمريرة هذه بشكل عملي بلاعبين ليفربول. خلنا ناخذ هذه الهجمة كمثال، أرنولد ينطلق نحو أنصاف المساحات وأحد لاعبين خط الوسط يرسل له تمريرة بينية. شلون يلعب تمريرة بينية في العمق؟ مو أنت قلت إنه صعب تلعب تمريرة بينية في العمق؟ شوف هذه المنطقة صح إنها في العمق تقريبا، لكن اسم هذه المنطقة هي الهاف سبيسز أو أنصاف المساحات، وأكيد سمعت فيها من قبل. وهذه المنطقة تعتبر أصعب منطقة في الدفاع، وأغلب المعارك التكتيكية تم فيها. المهم مو موضوعنا، نرجع إلى هجمتنا. الخطوة الثانية اللي المفروض تصير في هذا الموقف إن جاكبو أو أي لاعب ثاني يسحب المدافعين حتى يفرغ المساحة للقادمين من الخلف، وبنسبة كبيرة راح تكون جول. فالخلاصة، هل راح ترجع التمريرات البينية مثل أيام زمان؟ شوف تاريخ كرة القدم عودنا أن ما بين كل فترة تطلع أفكار جديدة، نتيجة لأن شخص ما في مكان ما قرر يفكر خارج الصندوق ويخترع فكرة جديدة، ولكن هذه الفكرة ما راح تدوم للأبد، لأن إحنا البشر نحب نتفوق على بعضنا البعض، وهذه صفة حميدة ترى نوعا ما، لأن لولا التنافسية ما راح نوصل للي وصلناه اليوم. فدائما يجي عبقري آخر يفكر خارج الصندوق ويخترع أسلوب جديد يهيمن على الأسلوب اللي سبقه.
ولحد ما يجي هذا الشخص استمتع برحلة تطور كرة القدم بدل لا تستمتع بأسلوب أو فكرة واحدة. وبس هذا اللي عندي، وسلام.